مرحبا بكم في مغامرة عبر المغرب، حيث سنتناول أبرز المدن والمعالم السياحية والثقافية مع لمحة عن عدد السكان في كل منطقة. مراكش تعرف بالمدينة الحمراء، وهي مشهورة بأسواقها التقليدية وحدائقها الخلابة. عدد سكانها حوالي مليون نسمة، ومن أبرز معالمها ساحة جامع الفناء، مسجد الكتبية، وقصر الباهية. ورزازات تعتبر بوابة الصحراء، ومعروفة بمناظرها السينمائية والطبيعية. عدد سكانها حوالي 3500 نسمة، ومن معالمها قصبة أيت بن حدو ووادي داس. تنغير تعد من المناطق الجبلية الساحرة وتشمل وادي جميل. عدد سكانها حوالي 4000 نسمة، ومن أبرز معالمها مضايق تودغ. زكورة تعرف بمدينة النخيل، وتعد بوابة الصحراء الكبرى. عدد سكانها حوالي 2000 نسمة، ومن معالمها واحة زكورة وضرب الزيتون. فاس تعرف بمدينة العلم، وهي واحدة من أقدم المدن الإسلامية في المغرب. عدد سكانها حوالي 1.2 مليون نسمة، ومن أبرز معالمها المدينة القديمة وجامعة القرويين. شفشون تعرف بالمدينة الزرقاء، وتشتهر بشوارعها الزرقاء ومشاهدها الخلابة. عدد سكانها حوالي 4200 نسمة، ومن أبرز معالمها ساحة وطاء الحمام وجبل الشهداء. المناطق الجنوبية والصحراوية تشمل مشاهد فريدة من الكثبان الرملية، ومن أبرز معالمها مرزوقة وتين هينان. المناطق الشمالية والساحلية تتميز بجمال البحر المتوسط، ومن أبرز معالمها تطوان وطنجة. المناطق الطبيعية في المغرب تتنوع من جبال الأطلس إلى السهول الساحلية، ومن أبرز معالمها منتزه ترقال الوطني وشلالات أوزون. استمتعوا بجمال المغرب المتنوع، حيث كل مدينة تحمل قصة وثقافة فريدة. اشتركوا لمزيد من الاكتشافات عن هذا البلد الساحر. مراكش، المعروفة باسم المدينة الحمراء، تعتبر واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المغرب. تأسست في القرن ال11، وتاريخها الغني يظهر في كل زاوية من زواياها، من الأسواق الحيوية إلى المعالم التاريخية. تتميز مراكش بأسواقها التقليدية، السوق، حيث يمكنك شراء الحرف اليدوية والأقمشة والتوابل. لا تفوت زيارة ساحة جامع الفناء التي تعج بالحياة، حيث تتجمع الفرق الموسيقية وفنانو الشوارع والباعة، مما يخلق جواً نابضاً بالحيوية. من المعالم الشهيرة أيضاً حدائق ماجوريل، التي صممها الفنان الفرنسي جاك ماجوريل في الثلاثينيات، وتعتبر ملاذاً هادئاً وسط صخب المدينة. مراكش ليست فقط وجهة سياحية، بل أيضاً مركز ثقافي وسينمائي. استضافت العديد من الأفلام العالمية مثل المصارع وألكسندر. المدينة تجذب المخرجين بجمالها الطبيعي ومعمارها الفريد، مما يجعلها خلفية مثالية للعديد من المشاريع السينمائية. زيارة مراكش هي رحلة عبر الزمن، حيث تمتزج الحضارة القديمة مع الحداثة. يمكنك الاستمتاع بالطعام التقليدي مثل الطاجين والكسكس، واكتشاف الضيافة المغربية الأصيلة. ببساطة، مراكش ليست مجرد مدينة، إنها تجربة غنية مليئة بالألوان والأصوات والتاريخ. مدينة وزات تعتبر واحدة من أبرز الوجهات السياحية والسينمائية في المغرب. تلقب ببوابة الصحراء، وتقع في واد زيز، وتحيط بها جبال الأطلس. تاريخ المدينة يعود إلى العصور القديمة، وقد كانت مركزاً تجارياً هاماً. لكن شهرتها تعود بشكل كبير إلى استوديوهاتها السينمائية، حيث تم تصوير العديد من الأفلام العالمية مثل المصارع ولعبة العروش.
تستقطب ورزازات الزوار بسبب مناظرها الطبيعية الخلابة وقلعة آيت بن حدو المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو. المدينة تجمع بين الثقافة الأمازيغية والتاريخ العربي، مما يجعلها تجربة غنية لكل من يزورها. يمكنك استكشاف الأسواق التقليدية والتفاعل مع السكان المحليين والاستمتاع بمهرجاناتها الثقافية. ورزازات ليست مجرد محطة للسينما، بل هي نافذة على تاريخ وحضارة المغرب. تنغير، مدينة بوتقع في قلب جبال الأطلس المغربي، من أهم الوجهات السياحية بفضل مناظرها الطبيعية الخلابة وتراثها الثقافي الغني. من أهم المعالم السياحية فيها مضايق تدغ، وهي مشهورة بجدرانها العالية ومناظرها الرائعة، وبتعتبر وجهة مثالية لمحبي رياضة تسلق الجبال والمشي في الطبيعة. وكذلك واحة تنغير اللي قريبة من المدينة، وبتوفر مناظر جميلة من أشجار النخيل وحقول الزرع، وبتعتبر مكان مثالي للاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة. كمان عندهم قصبة تنغير اللي بتعكس التراث المعماري التقليدي، وبتعتبر نقطة جذب سياحي مهمة، وتقدر من خلالها تعرف تاريخ المدينة وثقافتها من خلال جولة في القصبة. الجبال الأطلس بتتميز بتضاريسها المتنوعة، وبتعتبر موطناً لعدد من الأنشطة مثل المشي لمسافات طويلة والتخييم، وبتوفر مناظر بانورامية خلابة. برضو في عندهم وادي دادس اللي مشهور بكثبان النخيل والمشاهد الطبيعية الرائعة، وبتعتبر وجهة رائعة لالتقاط الصور والاستمتاع بالمناظر. في حقل الكرز اللي في فصل الربيع بيزهر الكرز في المنطقة، مما يجعلها مكاناً رائعاً للزيارة، وتنظم بعض الفعاليات المحلية للاحتفال بموسم الحصاد. ثقافة المدينة متنوعة جداً، يوجد فيها سكان من مختلف الأصول. عندهم الفنون التقليدية زي الحرف اليدوية والنسيج اللي بتحظى بتقدير كبير، وفي برضو فعاليات ثقافية بتعكس التراث الأمازيغي. في النهاية، تنغير بتعتبر وجهة سياحية فريدة، وبتجمع بين الجمال الطبيعي والتراث الثقافي الغني، وزيارتها بتوفر تجربة مميزة تترك أثر لا ينسى في قلوب الزوار. زاكورة تقع في جنوب المغرب، وتعتبر بوابة الصحراء الكبرى، حيث تشتهر بجمالها الطبيعي وتراثها الثقافي الغني. أبرز المعالم السياحية، واحة زاكورة تعتبر من أكبر الواحات في المنطقة، حيث تنمو فيها أشجار النخيل والحمضيات. مكان مثالي للاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة. قصبة زاكورة تعكس العمارة التقليدية وتاريخ المنطقة، ويمكن للزوار التجول بين أروقتها. توفر لمحة عن الحياة التقليدية والثقافة الأمازيغية. قصر النخيل معلم تاريخي يحتضن العديد من الفعاليات الثقافية، ويبرز التراث المحلي. المناطق الطبيعية، صحراء مرزوقة تقع بالقرب من زاكور، وتشتهر بكثبانها الرملية الشاهقة. تعد وجهة مميزة لعشاق المغامرة ورياضة الرمال. وادي درعة يمتد عبر المنطقة، ويتميز بمشاهد طبيعية رائعة. مكان مثالي للرحلات والتنزه على ضفافه. جبال السلسلة الأطلسية تقدم مناظر جبلية رائعة، وتعتبر نقطة جذب لعشاق الطبيعة والمشي. ثقافة المدينة، زاكور غنية بالثقافة الأمازيغية، حيث تحتضن العديد من الفنون التقليدية مثل الحرف اليدوية والموسيقى. تشهد المدينة مهرجانات محلية تعكس التراث الثقافي، مما يوفر تجربة فريدة للزوار. زاكورة هي وجهة مثالية لمحبي الطبيعة والثقافة، حيث تجمع بين جمال الصحراء والتراث الغني. زيارة هذه المدينة ستترك في نفوس الزوار ذكريات لا تنسى. فاس، واحدة من أقدم المدن المغربية، تعتبر مركزاً ثقافياً ودينياً بارزاً،
وهي مشهورة بجمالها المعماري وتراثها التاريخي. المدينة القديمة فاس البالي مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، تحتوي على أزقة ضيقة وأسواق تقليدية، ويبرز فيها العديد من المعالم المعمارية الرائعة. جامعة القرويين تعد أقدم جامعة في العالم، فهي مركزاً مهماً للعلم والدين، يزورها الطلاب والعلماء من مختلف أنحاء العالم. مدرسة البعنانية تتميز بتصميمها المعماري الفريد وزخارفها الجميلة، وكانت مركزاً لتعليم العلوم الشرعية. المدن الطبيعية القريبة من فاس مثل جبال الأطلس المشهورة بفرص المشي ورياضات الجبال، وتحتوي على مناظر طبيعية خلابة. وادي فاس منطقة خضراء تتوفر على مسارات للمشي ومناطق للاسترخاء، تعكس جمال الطبيعة المحيطة بالمدينة أيضاً. حديقة جاك شيراك التي تقدم مساحة للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة، فهي مكان مفضل للعائلات والسياح. فاس تحتضن تراثاً ثقافياً غنياً، مع فنون الحرف اليدوية والموسيقى التقليدية. تقام مهرجانات سنوية تعكس التاريخ والثقافة، مثل مهرجان فاس للموسيقى الروحية. فاس هي مدينة تعكس تنوع الثقافة المغربية، حيث تجمع بين التاريخ والجمال الطبيعي. زيارتها توفر تجربة فريدة ومميزة للزوار. شفشون، المدينة الزرقاء، هي واحدة من أجمل المدن في المغرب وتقع في شمال البلاد. تتميز شفشون بجمال طبيعتها وسحر ثقافتها، مما يجعلها وجهة مميزة للسياح. من أهم المعالم السياحية فيها المدينة القديمة المعروفة بشوارعها الزرقاء الجميلة وأزقتها الضيقة، حيث تعرض في أسواقها المنتجات التقليدية والحرف اليدوية المحلية. ساحة وطاء الحمام تعتبر مركز الحياة الاجتماعية في المدينة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمقاهي والمحلات والتفاعل مع السكان المحليين. القصبة هي معلم تاريخي آخر يعكس التاريخ المعماري لشفشون، وتحتوي على متحف يعرض التراث الثقافي للمدينة. المناطق الطبيعية المحيطة بشفشون لا تقل جمالاً عن معالمها السياحية. جبال الريف تضيف لمسة من الجمال الطبيعي بتضاريسها الجبلية الخلابة، وتعتبر وجهة ممتازة لمحبي المشي لمسافات طويلة. وادي ريو يتميز بمياهه الزرقاء وبيئته الطبيعية، مما يجعله مكاناً رائعاً للنزهات والتخييم. شلالات أقشور القريبة تعتبر وجهة شعبية لعشاق الطبيعة، وتوفر مناظر خلابة وأماكن للاسترخاء. ثقافة شفشون غنية بالتقاليد الأمازيغية والعربية، وتقام فيها فعاليات ثقافية تعكس التراث المحلي، مثل المهرجانات الفنية والموسيقية. تجمع شفشون والمناطق الشمالية بين الجمال الطبيعي والتراث الثقافي، مما يمنح الزوار تجربة لا تنسى من السحر والهدوء. المناطق الجنوبية والصحراوية في المغرب تشتهر بجمالها الطبيعي الفريد وتاريخها الغني، والدهو بيخليها وجهة مثالية لمحبي المغامرة والثقافة. المدن الشهيرة في المناطق دي بتتضمن ورزازات ولي، معروفة ببوابة الصحراء، وهي مركز سينمائي مهم، وتحتوي على قصبة آيت بن حدو المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. زكورة اللي تعتبر بوابة الصحراء الكبرى، وتشتهر بواحاتها، وتحتضن قصبة زكورا وتتميز بالأسواق التقليدية. كمان مرزوكة مشهورة بكثبانها الرملية، وحيث يمكن للزوار تجربة ركوب الجمال، وتعد نقطة انطلاق لاستكشاف الصحراء الكبرى. المناطق الطبيعية تشمل صحراء مرزوكة لي بتضم كثبان رملية ضخمة تعتبر من بين أعلى الكثبان في المغرب، ودي وجهة رائعة للتخييم ومشاهدة النجوم. وكمان وادي درعة الليب يمتد عبر الجنوب، ويتميز بجماله الطبيعي، وبيحتوي على واحات وشلالات صغيرة، وده بيجعله مكاناً مميزاً للتنزه. ومنتزه طبقال الوطني اللي بيضم أعلى قمة في شمال إفريقيا،
جبل طبقال وبيوفر مسارات للمشي ورياضات الجبال، بالإضافة إلى مناظر خلابة. الثقافة في المنطقة الجنوبية بتمزج بين الثقافة الأمازيغية والعربية، والزوار ممكن يتعرفوا على العادات والتقاليد المحلية من خلال الفنون والحرف اليدوية. كمان بتقام في بعض المدن مهرجانات ثقافية بتحتفي بالموسيقى والطعام التقليدي. ختاماً، المناطق الجنوبية والصحراوية في المغرب بتمثل وجهات سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والثقافي، وزيارة المناطق دي بتوفر للزوار تجربة فريدة بتجمع بين المغامرة والاسترخاء. المناطق الجبلية والطبيعية في المغرب نبذة عن أبرز المعالم السياحية والثقافية. تتميز المناطق الجبلية والطبيعية في المغرب بتنوعها الخلاب، حيث تجمع بين الجبال الشاهقة والوديان الساحرة والواحات الخضراء، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق للطبيعة ولمغامرة. أبرز المعالم السياحية: جبال الأطلس تمتد عبر المغرب وتعتبر من أبرز المعالم الطبيعية. تحتوي على مسارات للمشي والتسلق، مثل مسار جبل طبقال الأعلى في شمال إفريقيا. منتزه طبقال الوطني يضم مناظر طبيعية رائعة مع تنوع بيولوجي مميز. وجهة شهيرة لممارسي رياضة المشي والتخييم. وادي زيز يعتبر من الأودية الأكثر جمالاً، يمتد بين الكثبان الرملية والجبال. يعرف بواحات النخيل والقرى التقليدية. المناطق الطبيعية: شلالات أوزود تقع في جبال الأطلس وتعد من أعلى الشلالات في المغرب. تحيط بها طبيعة خلابة وتوفر مسارات للمشي ومناطق للاسترخاء. وادي دادس يشتهر بكثبان النخيل والمشاهد الطبيعية الرائعة. يعتبر وجهة ممتازة للتخييم واستكشاف الطبيعة. حديقة أفران الوطنية تعرف بجمالها الطبيعي ومناخها المعتدل. تحتوي على بحيرات وجبال وتعتبر مثالية للرحلات العائلية. ثقافة المنطقة: تحتضن المناطق الجبلية والثقافية تراثاً غنياً، حيث تبرز الفنون التقليدية مثل النسيج والفخار. كما تقام مهرجانات محلية تعكس الثقافة الأمازيغية والعربية. ختام: تمثل المناطق الجبلية والطبيعية في المغرب وجهات مثيرة تجمع بين الجمال الطبيعي والتراث الثقافي. زيارة هذه المناطق تقدم تجربة فريدة للمستكشفين وعشاق الطبيعة. المغرب هو وجهة سياحية فريدة تجمع بين الثقافات الغنية، التاريخ العريق، والمناظر الطبيعية الخلابة. مع تاريخه المتنوع وتراثه الثقافي، يعد المغرب وجهة مفضلة للسياح من جميع أنحاء العالم. تعتبر مراكش واحدة من أبرز المدن السياحية في المغرب. تشتهر بأسواقها الملونة وحدائقها الرائعة مثل حدائق ماجوريل. تتميز ساحة جامع الفناء بالحيوية، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالعروض الفنية والمأكولات التقليدية. تستقطب مراكش حوالي 2.5 مليون سائح سنوياً، حيث تمثل وجهة محورية للسياح الأجانب. فاس تعتبر من أقدم المدن المغربية، وتحتوي على المدينة القديمة فاس البالي، التي تعد من مواقع التراث العالمي لليونسكو. تضم المدينة جامعة القرويين، وهي من أقدم الجامعات في العالم. تستقبل فاس حوالي 1.5 مليون سائح سنوياً، مما يعكس شعبيتها كوجهة ثقافية. تشتهر شفشاون بشوارعها الزرقاء الجميلة، وتعد وجهة مفضلة لعشاق التصوير والطبيعة. تحيط بها الجبال، مما يوفر مناظر خلابة. تستقطب المدينة حوالي 500 ألف سائح سنوياً، ويأتي الكثيرون من أجل الاستمتاع بأجوائها الهادئة. تعتبر ورزازات نقطة انطلاق لاستكشاف الصحراء الكبرى. تحتوي على قصبة آيت بن حدو، التي تعد موقعاً تاريخياً مدرجاً في قائمة التراث العالمي. تستقطب ورزازات حوالي 200 ألف سائح سنوياً، حيث تعتبر مدينة مهمة في صناعة السينما. تقع أفران في جبال الأطلس،
وتشتهر بجمالها الطبيعي ومناخها المعتدل. تعرف بسويسرا المغرب بسبب طبيعتها الخلابة ومنتجعاتها الجبلية. تستقطب أفران حوالي 300 ألف سائح سنوياً، خاصة خلال فصل الشتاء لعشاق الرياضات الثلجية. تقع تنغير بالقرب من مضايق توادغ، وتعتبر نقطة جذب لعشاق الطبيعة والمغامرة. تحتضن المدينة العديد من المناظر الطبيعية الخلابة. تستقطب تنغير حوالي 100 ألف سائح سنوياً، حيث يأتي الكثيرون لاستكشاف وادي تودغ. يستقبل المغرب سنوياً حوالي 12 مليون سائح أجنبي، مما يجعله واحداً من الوجهات السياحية الرائدة في شمال إفريقيا. يمثل السياح الفرنسيون والإسبان نسبة كبيرة من الزوار، ولكن هناك أيضاً زيادة في عدد السياح من دول أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا. تمثل المدن السياحية والجبالية في المغرب تجسيداً للجمال الطبيعي والتاريخ الغني. مع تزايد عدد السياح الأجانب، يستمر المغرب في تعزيز مكانته كوجهة سياحية مميزة تجمع بين الثقافة، المغامرة، والاسترخاء في أحضان الطبيعة.